مشاهدينا الكرام في نشرتنا الرئيسة لهذا اليوم. استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله في قصر اليمامة اليوم فخامة الرئيس محمد عبد الله فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية. كما كان في استقبال فخامته لدى وصوله يرافقه صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن مندر بن عبد العزيز امير منطقة الرياض، صاحب السمو الملكي الامير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. أجريت لفخامة الرئيس الصومالي مراسم استقبال رسمية حيث أزف السلامان الوطنيان للبلدين. النشيد الوطني لجمهورية الصومال الفيدرالية. السلام الملكي السعودي. سلام خذ. استعرض حرس الشرف. بعد ذلك صافح فخامته مستقبلي صاحب السمو الملكي الامير خالد بن بندر بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الامير الدكتور منصور بن مسعد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الامير مسعد بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني واصحاب المعالي الوزراء وقادة القطاعات العسكرية. كما صافح خادم الحرمين الشريفين يده الله الوفد الرسمي المرافق لفخامة رئيس جمهورية الصومال. والله ما علينا وصافح معاه.
عقب ذلك صاحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود فخامة الرئيس محمد عبد الله فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية إلى صالة الاستقبال الرئيسة في الديوان الملكي، حيث صافح فخامته أصحاب السمو الأمراء وأصحاب الفضيلة والمعالي وكبار المسؤولين. والله هدي بنان كويس انا غده ما بدي سوق لي غده كيس ما سوق لي ما جانا مسوق لي جانا ده حتى عاوز شنطه هنا دي بقى معانا ساعه يا جماعه هاي الله ما شاء الله ما قد تعدينا سامع حش بروح هذا بتاع ما مسانا نص كيما يا هاي جي مثلا مثلا نحمد الله دي كمان ما